لما بنيجي نختار أرضية أي مشروع طبعا بتتوقف على عدة عوامل زي التكلفة اللي احنا شغالين بيها، زي الديزاين اللي مطلوب، زي الشكل اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا بتختلف من شخص لآخر على حسب الشكل وعلى حسب الميزانية اللي احنا شغالين عليها. ممكن نركب الأرضيات ديت، ممكن نركبها بورسلين، ممكن نركبها سيراميك، ممكن نركبها HDF، ممكن نركبها رخام. الأرضية اللي قدامنا الوقت ديت معمولة من الرخام. طبعا احنا بنفضل دايما الارضيات الرخام رغم انها اعلى تكلفه، وده ممكن يكون عيب او بتاخد برضه وقت طويل في تركيبها، لكن بتتميز بعده مميزات كتيره جدا. زي الفواصل اللي ما بين الرخام بتكون قليله جدا او بتكون شبه معدومه. ديت اول حاجه في الرخام. تاني حاجه الرخام برضو بيتميز بالعروق اللي هي موجوده ديت، اللي هي جايه من الطبيعه، اللي بتدي رونق ومظهر جميل جدا. طبعا برضو لدرجه اللمعان اللي هي موجوده بتظهر بشكل جميل جدا. الرخام يعني له مميزات برضو اكتر، زي بيتحمل الضغط عن اي خامة تانية، البورسلين او السيراميك. برضو الرخام بيتميز اللي هو عمره طويل جدا. واكتر ميزة في الرخام اللي انا جيت بعد فترة او جيت بعد عمر طويل وحبيت ارجع الرخام دوت لمظهره الطبيعي، ممكن نعمل له عملية جلي او عملية صقل، هيرجع كأنك لسه مركبه حالا. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك وشير وتدعمونا بفولو وعشان تستفيدوا، وشكرا.